اهلا بيكم واتمنى تكونوا بخير. الفتره دي طباشير كانت شغاله على كورس، حاجه احنا شايفين ان هي مهمه جدا بالنسبه للناس، وحاجه الناس دايما بتبقاش عارفه ازاي تتعامل معاها عشان هي بين الحاجه بين التقنيه وبين الفنيه، وهي اللايتنج. فاللي احنا عملناه ان احنا عملنا كورس هيبقى فري تماما لاي حد مهتم ان هو يتعلم لايتنج على البلندر. الهدف من الكورس هي ان انا رقم واحد اتعلم الادوات المناسبه. ما ينفعش ان انا اخش اجرب لايتنج من غير ما ابقى فاهم كل اداة بتعمل ايه، وازاي اجرب ان انا اطبق التعامل بتاعها ده كذا مره. دي اول حاجه. تاني حاجه نبتدي بقى نشوف سيناريوهات مختلفه لسكيلز مختلفه. احنا ك 3 دي ارتست ممكن نتعامل مع حاجه صغيره جدا زي خاتم، ممكن نتعامل مع حاجه اكبر شويه مثلا زي عربيه او بني ادم، او ممكن نتعامل مع مشهد كبير جدا كانفايرمنت كامله. والهدف من الكورس هي ازاي ممكن نتعامل مع كل سكيل من دول بمودز مختلفه. مفيش حاجه اسمها اللايتنج المناسب او اللايتنج الهايل بدرجات معينه، لا، في حاجه اسمها انا لازم ابقى فاهم الاداء عشان اقدر اشوف المود اللي انا عايز اوصل له، الكونتراست اللي انا عايز اوصل له. يعني عشان كل مشهد مختلف جدا، مفيش حاجه اسمها انسب لايتنج هو درجه 45 بقوه كذا، لا، احنا هنفهم ازاي اللايتنج ده ممكن يعمل كده، واللايتنج مختلف تماما ممكن يعمل حاجه مختلفه تماما، وعلى اساسه انت ك 3 دي ارتست تقرر حسب المشروع اللي قدامك ان انت تشتغل يا بده يا بده، بس تبقى عارف الاثنين. فالهدف من الكورس هي ان احنا نفهم لايتنج بشكل تقني وبشكل فني. الكورس نفسه هينزل على مراحل. المرحله اللي هتنزل دلوقتي هي مرحله انتروداكشن. ممكن انت تبقى بتتفرج على الفيديو ده في المستقبل في المراحل التانية خلاص نزلت، بس الفيديو ده لسه نازل. اول مرحله تبقى مرحله الانتروداكشن، بنتعرف فيها على الاداء، بنبتدي نتعرف فيها واحده واحده على كل حاجه، ومع الوقت هتلاقينا قاعدين بننزل حاجات اكتر واكتر. الكورس فري، اي حد ممكن يعني ايه يتفرج عليه. هينزل ان شاء الله في خلال اسبوع من الفيديو ده لما يطلع. لو حابب انك تقدم على الكورس، كل اللي انت محتاج تعمله بس املى الفورم اللي تحت، وان شاء الله اول ما الكورس يطلع هتلاقي ان انت بيبعت لك ايميل عشان تريجستر على الكورس على طول. وحابب قوي ان اي حد حابب يريجستر يبقى معانا على الجروب الاونلاين برضو. وان شاء الله الكورس يعجبكم، ودايما سعيد جدا بوجودكم معانا. ان شاء الله اليوتيوب الفتره اللي جايه يعني هيبقى فيه اكشن اكتر، ومتحمس جدا ان شاء الله تبقوا معانا في